السلام عليكم، صحة رمضانكم ومرحبا بكم سور ماشين. وان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم انا حنبارطاجي معكم وصفه القلب اللوز الناجحه مليون بالمية. يعني اي وحده ولا اي واحد ما ينجحلوش القلب اللوز من هذه الوصفه ما يزيدش يسيي اون غيسات واحده اخرى، باسكو وصفه ناجحه ومضمونه ومن الضربه الاولى راكي رايحه ديري قلب اللوز بنين وهايل. تبعي معايا لا فيديو حتى لافا تشوفوا كيفاش انا رايحه نوجدو. نبداو في لاغوسيت. انا هنايا وزنت السميد ديالي ودرت كيلو تاع السميد اللي يكون حرش، يعني سبيسيال تاع قلب اللوز. يعني السميد اللي يكون الحرش كامل ماشي المتوسط ولا السميد الحرش. نزيد معاهم نوزن السكر، قيس 750 غرام تاع السكر كما شفتوا وزنت قدامكم هكا باش تشوفوا كلش قدام عينيكم. من بعد نخلط هذاك السميد مع السكر مليح حتى الحبات تاع السميد يتغلفوا مع الحبات تاع السكر. ودوكا نجوز ندير السمن للسميد ديالي. درت 80 غرام تاع السمن وهو دايب، يعني وزنته وهو دايب. فوالا نبدل برك، ندير في حاجه واسعه هكذا باش نقدر نخدم الاز. نعاود نخلط هذاك السميد ديالي مع السكر ونجوز ندير السمن كما قلت لكم 80 غرام تاع السمن انا وزنته هو دايب، ونقعد نرمي فيه غير بشويه ونخدم هكذاك شغل كيما الواحد يكون يفتل. نبقى نخلط فيه غير بشويه على 3 خطرات، نرمي هذاك السمن على 3 خطرات. فوالا ونغلف كامل هذاك السميد بالسمن. ودوكا نجوز نشمخ الحبات تاع السميد ديالي بين خليط ماء ومزهر. انا وزنت 150 غرام تاع الماء و150 غرام تاع المزهر. هذوك 150 غرام تاع الماء و150 تاع المزهر خلطتهم ولاو لي 300 غرام. هذيك 300 غرام تاع ماء ومزهر قسمتها على زوج، النص يعني ولات لي 150 والنص الاخر ولا لي كيف 150. 150 وحده شمختها في ليله باسكو انا هاد السميد دوكا راني راح نخليه يبات، و150 اللي قعدت لي شمختها غدوه من داك للسميد ديالي. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. يعني 150 هذيك تاع الماء والمزهر خلطتهم ولاو لي 300 غرام. من هذيك 300 غرام تاع الماء والمزهر قسمتها على زوج. 150 تاع ماء ومزهر اللي خلطتها نشمخها في ليله، و150 اللي تقعد لي نشمخ بها السميد ديالي غدوه من داك. نقعد نخلط ونشمخ بالسميد ديالي غير بالعقل، نرميها على 3 خطرات حتى 4 خطرات. وكين نبدا نبوليها هكذايا وتولي لي اون بول. تما نعرف السميد ديالي راهو تشمخ لي مليح، يعني انا عطيت لكم مقادير مضبوطه. من بعد نعاود نرجع السميد ديالي في غيسيبيون ونغطيه ونخليه يبات ليله كامله. ودوكا نجوز نخدم الشربات. انا هنايا عندي لتر تاع الماء، يعني في كيلو تاع سميد انا رايحه ندير لتر تاع الماء مع 350 غرام تاع السكر، وما راهوش رايح يجي كامل حلو، يعني الحلاوه رايحه تجي قيس قيس. نزيد معاهم القارص ونحطهم فوق النار حتى يغليو، نحسب عليهم 10 دقائق ونحيهم ونزيد لهم فنجال تاع المزهر ونخليها تبرد مليح. وهنايا جبت هذاك الخليط تاع الماء والمزهر، يعني 150 غرام اللي قعدت لي من الليله اللي شمخت فيها السميد ديالي. فوالا شوفوا كيفاش ولا هاد السميد مرما خليته بات لي ليله كامله. تحسوه جوغ يبسلكم شويه. نحطو في حاجه اللي تكون شويه واسعه باش نحلو مليح. من بعد انا هنايا راني رايحه نخدم بالبيتخان، وانتم تقدروا ديروا هاد ليطاب غير بيديكم، يعني ماشي شرط ديروا كيما انايا. نفرغ السميد ديالي هنايا نخلطو غير شويه ونبقى نزيد في هذاك الماء والمزهر كما قلت لكم اللي قعد لي. نزيد فيه غير بشويه حتى نكمل كامل لا كونتيتي اللي عندي، يعني حتى نكمل كامل هذيك 150 غرام تاع الماء والمزهر، يعني ما تخلوا فيها والو. هاد المقادير كما قلت لكم مضبوطه، حاجه ما تخلوها، يعني هذاك الماء والمزهر كملوه كامل شمخوا به السميد ديالكم.
ودوكا نجيب السنيوه تاعي اللي ندهنها بالسمن. لازم تدهنوا السنيوه تاعكم بالسمن، تدهنوا كامل لي كوتي ومن التحت. من بعد نجيب السميد نفرشو هكذايا. انا القلب اللوز ديالي انا رايحه نديرو محشي، دونك الطبقه الاولى تاع السميد لازم تكون رقيقه، يعني لازم فريمون تكون رقيقه، ما تخشنوهاش. فوالا نسقمها كامل هكذايا من الفوق. من بعد نجيب الجوز تاعي اللي رحيتو. وهنا الجوز ما ترحوش في الرقيق، خلوه هكذاك خشين. انا درت واحد 100 غرام تاع الجوز. كي نفرش الجوز نزيد نكمل هذاك السميد نحطه من الفوق، هذاك اللي قعد لي يعني السميد اللي قاعدين نزيد نفرشو فوق هذاك الجوز. فوالا نسي نسقمو كامل كيما راكو تشوفوا هكذايا، يعني نديرو كامل في نيفو واحد، لازم يجيكم في طبقه واحده ماشي يجي جهه مايله على الاخرى. ونعاون روحي هكذا كيما راكو تشوفوا غير بالكوبات. من بعد نجيب موس ونبدا نطراسي في الحبات ديالي، نطراسيهم برك ماشي يعني نجوز الموس حتى لتحت. كي نطراسيهم نزيد نمسحهم هكذايا من الفوق بالسمن. بيان سور لازم نمسحوهم هكذا تاني من الفوق بالسمن باش يعطينا تحميره شابه. وندير لهم اللوز ولا الجوز يعني كيما حبيتو. من بعد نحطهم في لو فور اللي كنت سخنته على 250 درجه. سخنته مليح على 250 درجه. كي جيت نحط السنيوه داخل لو فور نقصلو رجعته على 200 درجه. فوالا ونخليه يطيب. ملي كي يطيب نحوه ونشربوه بالشربات. القلب اللوز ديالي راهو طاب وراني نشرب فيه بلو سيرو اللي خدمته، يعني بهذيك الشربات اللي درناها واللي طيبناها ليله من قبل. لازم جوست ما تخرجوه من لو فور، لازم تشربوه هكذا باش الحبات تاع السميد كامل يتشربوا من هذاك لو سيرو اللي خدمناه. انا هنايا اشاك فوا كنت نشرب فيه. وكي نشوف القلب اللوز تشرب نزيد نعاود ندير له واحد 2 حتى 3 مغارف تاع شربات اشاك فوا هكا حتى شفتو يعني تشرب لي مليح وتسقى لي مليح من هذيك الشربات. هنايا نخليه يبات ليله كامله، وإلا درتوه الصباح خلوه يريح 6 سوايع باش تقدروا يعني تاكلوه وتقسموه. هاي ليك سنيوه تاع القلب اللوز ديالي مرما خليتها تريح ليله كامله. انا ما كنتش مزروبه، وانتوما الا كنتوا حابين تقسموه تقدروا تخلوه 6 سوايع، يعني ما لازمش تخلوه قل من 6 سوايع. نقسم هكذا الحبات تاوعي كيما قلت لكم نطراسيوهم من قبل هكا باش كي نجو نقسموه او رايح يتقسم معاكم بالخف ويكونوا الحبات باينين. بيان سور الحبه الاولى كي تجو تنحوها رايحه تتعوج معاكم شويه، مي الحبه دوزيام تخوازيام رايحه تتسقم معاكم. فوالا شوفوا كيفاش تخرج معايا الحبه ديالي. فريمون حاجه بزاف بنينه وحاجه بزاف هايله، معسل حتى للقلب. هذا قلب اللوز يعني ناجح مليار بالمية، يعني غير سيوه وعينيكم مغمضين. يجي معسل حتى للقلب. فوالا في لا فيديو راهو باين كلش. تبعوا برك لي زيتاب كيفاش خدمتو، وتبعوا تاني لي كونساي اللي قلتهم لكم وتنجحوا فيه ان شاء الله وتسيوه ويعجبكم، وتمدوا لي تاني رايكم في لي كومونتير باسكو رايكم بيان سور يهمني. ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه وتجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم حافظوا لكم وتهلاو في روحكم وتبقاو على خير. على بروشين ان شاء الله.